السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محب قناه البيت البسيط مع فاطمه محمود. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل بسكوت السمسم بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، ومكونات موجوده في كل بيت. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره لبن بودر، ومعانا نص كوبايه لبن، ومعانا نص كوبايه زيت. ادي الزيت اهو، نص كوبايه هننزل بيهم في الخلاط. نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، واللبن بدرجه حراره الغرفه، مش سخن ولا حاجه. ومعانا نص كوبايه سكر. الحاجات دي كلها بالكوبايات المعياريه، ولو عاوزه تعملي باي كوبايه من عندك تبقى المعيار كله واحد، كوبايه واحده. ومعلقه اللبن البودر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهنحط فانيليا وذره ملح. وادي الفانيليا، نحط ذرة الملح وهنضربهم في الخلاط. وبكده ضربت الخليط بتاعي في الخلاط، هنزل بيه كده. ده بيبقى القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين. عاوزين تعملوا الخطوة دي بسباتيولا او مضرب يدوي براحتكم. هننزل بس الكمية عشان ننزل بالدقيق. ومعايا كوباية دقيق، هما 3 كوبايات، بس انا هنزل بكوبايتين الاول، وبعد كده هنشوف ان كانت العجينة هتحتاج ال3 كوبايات ولا لا، علشان الدقيق بيختلف من نوع لاخر. ودي كده الكوباية التانية، هنخلطهم مع الزيت واللبن والسكر ونشوف العجينة بتاعتنا. انا بس حبيت ان انا اضرب المكونات كلها في الخلاط علشان المزيج يختلط جامد بالمكونات، بدل ما نقلب بالمضرب او الاسباتيولا زي ما تحبوا. بس انا قلت ان انا افضل ان انا اضربها في الخلاط. وبكده قلبت الخليط، فهو عاوز دقيق زي ما قلنا. نزلنا بكوبايتين دقيق، وادي الكوبايه التالتة هننزل بيها تدريجيا كده لغايه لما اشوف القوام العجينه اللي انا عاوزاه. بتكون لينه بس ما بتلزقش، طريه بس ما بتلزقش. وبكده حبايبي العجينه بتاعتي خدت كوبايتين ونص، نص كوبايه اهو زي ما انتوا شايفين، علشان بتختلف من الدقيق للتاني. يبقى كده المقدار بتاعي كوبايتين ونص دقيق. تاخدي حته عجينه بتدمغيها بين صوابعك بين ايديكي، وبتختبريها ازاي؟ بنتك في النص كده، ما بتشققش زي ما انتم شايفين. يبقى العجينه دي ده القوام اللي احنا عاوزينه، يبقى العجينه صح. دلوقتي بقى هنجيب الصاج او الصينيه، هندهنها دهنه من الزيت، وهنجيب سمسم عشان نشكل احلى بسكوت سمسم يا حبايب قلبي. ومعايا كده حته عجينه دمجتها بين ايديا، هننزل بيها في السمسم كده، وهنحطها في الصاج او الصينيه بتاعتنا، هنبططها علشان يطلع مقرمش وجميل. الخطوه دي تعمليها وهي في الصينيه اساسيه، انما لو عملتيها وانت بتحطي السمسم هتشقق منك ومش هتبقى حلوه. زي ما انتوا شايفين كده، هعمل بقى الكميه بتاعتي وهنشوفها مع بعض. وبكده حبايبي عملت اول صينيه. لازم تسيبي فراغ بين كل واحدة وواحدة. دلوقتي هندخلها الفرن، ومدة التسوية من 15 ل20 دقيقة. هنشغل من تحت الأول، ولو استوت واحمرت من تحت ولسه من فوق هنشغل عليها الشوية. دلوقتي هندخلها الفرن ونعمل الكمية الباقية. وبكده حبايبي خلصت بسكوت السمسم زي ما انتوا شايفين، مقرمش وجميل. جربوه مش هتندموا، وبسكوت اقتصادي وعلى قد الايد. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ودعوة حلوة من القلب. ولغاية ما ارجع لكم فيديو اخر، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.